كيك الشوكولاتة هنعمله النهاردة بطريقة بسيطة وبمقادير سهلة جدا وشوية تكات كده هتخلوه ناعم معاكم، وهيبقى طعمه تحفة بجد. احلى كيك هتاكلوه في حياتكم، بس اعملوه بنفس المقادير والطريقة دي. تعالوا نشوف عملناه ازاي. اول حاجة في شفشق الخلاط هنزل ب2 بيضة بدرجة حرارة المطبخ، عليهم ربع معلقة صغيرة فانيليا باودر او نقطتين فانيليا سايلة، وهنزل عليهم بكوبايتين سكر بودر. ايوه سكر بودر مش سكر عادي. الكوبايتين بمعيار كوبايه ونص من السكر العادي، بس البودر هيخليها ناعمه وتحفه. وهنزل عليهم بكوبايه حليب عادي، وكوبايه زيت بس مش مليانه قوي. كل الخليط كده على بعضه هضربه 5 دقايق ضرب متواصل في الخلاط. نيجي هنا بقى للمقادير الجافه. هنزل بكوبايتين الا ربع دقيق، عليهم ربع كوبايه كاكاو خام، ومعلقه صغيره بن القهوه ده اختياري بس بيبقى طعمه تحفه، ومعلقه كبيره بيكنج باودر، ورشه الملح بتاعت الكيكه. وهنخلهم كلهم وهقلبهم مع بعض. هنزل بالخليط السائل. انا عايزه السم كده بجد ريحته تحفه. وهاجي بقى اخلط كل بقى الخليط الجاف مع السائل، بس بالمصفى كده هنزل الخليط الجاف، وكمان بالويسك كده هقلبه بس في اتجاه واحد لحد ما اوصل للقوام ده. شايفين الفراغات اللي فيه؟ جميل جدا. هحضر بقى 2 قارب مقاس 30، او ممكن مقاس اصغر شويه لو حابين، او صينيه كبيره مقاس 30 او 28. وهنزل بالخليط ده فيها، يكون طبعا مدهون سمنه او زيت ومتبطن بالدقيق. وهنزل بالخليط كده ويكون متساوي. هاجي بقى بالخله هعمل الحركه دي في الكيك عشان الكيك يطلع ارتفاعه كله متساوي، ما يبقاش مرتفع من مكان ومكان لا. ساعات بنلاقي الكيك كده مرتفع من النص والباقي الكيك لا. لما بنعمل الحركه دي بيبقى الكيك مرتفع نفس الارتفاع من كل ناحيه. انا بقى مش هعمل لها صوص. هجيب بقى قطع شوكولاته وهدخلها كده في قلب الكيك، بتدي طعم برضو جميل جدا. لو مش عايزين تعملوا الحركه دي براحتكم ما تعملوهاش، بس بيبقى طعمها جميل. او ممكن كمان تعملوا بنفس الطريقه دي المكسرات، تحطوا مكسرات فيها او فواكه جافه. وهدخلها كده جوه الكيك بالخله عشان ما تتحرقش معايا وتنشف من حراره الفرن. الطريقه دي بتبقى ممتازه لو عايزين تضيفوا طعم للكيك غير الكيك نفسه. بعد كده هدخلها بقى الفرن على درجة 180 في الرف الأوسط. هتقعد 40 دقيقة. هفتح باب الفرن وأقفل النار وأسيبها لمدة 10 دقايق، وبخرجها واختبرها كده بالخلة، ما فيهاش أي عجين خالص، هي كده مظبوط. هسيبها بقى تبرد خالص وبعدين أقطعها. ما أقطعهاش وهي سخنة عشان ما تفرولش معايا. وتاكلوا بقى أحلى كيك هتاكلوا بجد في حياتكم. جربوا الطريقة دي ممتازة، وجربوا السكر البودر في الكيك احلى كتير من السكر العادي، بيخليها ناعمة وهشة زي ما انتوا شايفين، وطعمها كمان بيبقى لذيذ. والسكر مش كتير، لو حابين تقللوا ممكن تضيفوا 1.5 كوباية بس.